توقعاتي للسوق العقاري الفترة الجاية، خبراتنا في الفترات اللي فاتت آخر سنتين ثلاثة دول كان بيحصل إيه؟ إحنا كان أكتر مبيعات بتحصل عندنا لما يبقى في انخفاض في العملة في قيمة الجنيه. الناس كلها بتتجه إن هي أنا عايزة أضمن أحط فلوسي في حاجة سبيشالي اللي معهوش مبلغ كبير، عايز يحط مقدم ويقدر يقسط بعد كده، فيلحق إنه يحافظ على قيمة فلوسه في عقار عشان لما الأسعار تزيد يقدر إنه يبيع بعد كده العقار ده ويكسب فيه. ف يعني انا اتوقع ان هيبقى في، مش هقول انتعاش في السوق العقاري لان ده مش حاصل، لكن الشركات اللي هتطرح وحدات باسعار مميزه هتاخد حجم كبير من التورته. ف... فدايما انت كمشتري او كمستثمر هتدور على افضل شركه تحقق لك المعادله، افضل سعر، افضل لوكيشن، مخاطر ريسك قليله، لازم تسأل كويس على الشركة، تطمئن ان فلوسك ديت هتبقى في مكان آمن، مش مجرد سعره بس، لان في ناس بيبقى اسعارها وهمية، بتحط اسعار تخض في السوق وفي الاخر بتلاقي نفسك خسرت كل حاجة. فهو بس محتاج ان الواحد يدور شوية ويتعب ويسأل في الجهات الحكومية، يتأكد ان الورق سليم، ما تبصش على السعر بس، ومع انه عامل مهم. فلا اتوقع ان الفتره الجايه هيبقى في حركه للشركات اللي بتطرح وحدات باسعار مميزه وعندهم مصداقيه.